السلام عليكم. كريم بنزيما قائد ريال مدريد يفاجئ النادي الأهلي قبل مباراة سياتل واندرز الأمريكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ويشيد بهذا الثلاثي الأهلاوي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل المباراة المرتقبة للنادي الأهلي مع بطل أمريكا الشمالية والوسطى سياتل واندرز الأمريكي، والتي ستجمعهم غدا بمشيئة الله تعالى، وينتظر ريال مدريد الفائز من هذه المباراة في مباراة نصف النهائي. فقد صرح قائد ريال مدريد كريم بنزيما وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الأسبانية لقد شاهدنا الأهلي فاز بثلاثية نظيفة على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح كأس العالم للأندية، وسنشاهد أيضا مباراة الغد بين الأهلي مع بطل أمريكا. أعتقد أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، ولكن أعتقد أن الأهلي لديه الخبرة الكافية من أجل تخطي بطل أمريكا، فهذه المرة الثامنة التي يصل فيها الأهلي لكأس العالم للأندية، فهو نادي القرن الإفريقي ودائما يتوج بالبطولات الإفريقية، فالأهلي لا يقل أبدا عن الأندية الأوروبية الكبيرة. وأنا على المستوى الشخصي أتمنى مواجهة الأهلي في نصف النهائي، لأنني عربي ومسلم وسأشجع الأهلي بكل تأكيد أمام سياتل واندرز. وأكثر ما أعجبني في النادي الأهلي هو ثلاثي خط الوسط ديانج والسولية وفتحي، فهذا الثلاثي هو مكمن قوة النادي الأهلي. وفي النهاية لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.